واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم 5 وبخير. احنا باقيين في الفلوقات ديالي فاش كنت في المغرب، يعني واخا يوصلكم هادشي معطل، المهم انا بغيت نشاركه معكم. هنا غاديين غنمشيو ان شاء الله للمعرض الدولي للسيرة النبوية ان شاء الله باذن الله، دايرينه في الرباط كيعاودوا عليه واعر. الا كنتوا واجدين يلا معنا. السلام عليكم. حنا دابا وصلنا للرباط، غنمشيو لذاك المتحف اللي داروا هنايا، هانتوما معنا. بعد شهادة حق خاصني نقولها في الرباط، ما شاء الله اهتموا به مزيان، لا من ناحية الطرق لا من ناحية المناطق الخضراء. اهتمام يعني ينتقل واحد الانتقال تبارك الله غزال. هو المركز الوطني للبحث العلمي والتقني هنايا، هو راه هو ما قلت لكم تهلا في المناطق الخضراء، وانتم معنا. انا بعد حنا راه حجزنا قبل، كتحجز من واحد السيت تبارك الله، الناس كيتسناو مع اليوم الحد الدنيا عامره. واخيرا جات نوبتنا، دخلنا. كيدخلوا بشويه بشويه باش ما يوقعش داك التزاحم، لان تبارك الله الحد الدنيا عامره ما شاء الله، وكاينين الناس قبل، يعني خصنا نجيو بكري. هنا الدخله ما شاء الله رائع، يعني التصميم غزال، كل شيء زوين. هنا بعض الصور اللي خديتهم غير بالتخبيه، لانهم كانوا مانعين عنا التصوير، غير خديتهم غير بالشفره لكن ما شاء الله كيدخلوا معنا ناس كل بلاصه، كل بلاصه دخلنا ليها معنا ناس اللي كيشرحوا ليك كل شيء بالتفاصيل ما شاء الله. هذا المعرض، هذا المكيال مثلا، كيشرحوا لنا هادشي ديال البناء، كيفاش داكشي كان كيديروا، هادشي ديال الزخرف، هذه الشجره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني داكشي ما شاء الله رائع، وكيستحق اننا نمشيو نشوفوه. وما اعظم سعدها هنا بيت عائشه رضي الله عنها. مرحبا بكم في بيت شريف وحجرة مقدسة، إنه بيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي دفن فيه وضم جسده الطاهر. في نهاية السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفن في هذا البيت الشريف. وقد ظلت عائشة رضي الله عنها تسكن في هذا البيت نفسه، ثم بعد أقل من 3 سنين مات والدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدفن بجوار صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فبقيت عائشة رضي الله عنها ساكنة في هذا البيت الشريف، وجعلت على القبور سترا. ثم بعد قرابة 10 أعوام استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد استأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت له فدفن معهما. وبنت عائشة رضي الله عنها جدارا يفصل المساحة التي فيها القبور الشريفة عن بقية بيتها الشريف، واتخذت من هذه المساحة غرفة لصلاتها وعبادتها، فكانت تدخل إليها وتغلق هذا الباب فتطيل الصلاة والقيام. وظلت رضي الله عنها في هذا القسم الصغير الذي كان رحبا واسعا بما عمرته به من علم وتعليم وتدريس وتربية، إذ كان يتوافد المسلمون من أنحاء الأرض للسلام على أم المؤمنين رضي الله عنها وأخذ العلم عنها. وظلت كذلك إلى أن ماتت، ثم دفنت بالبقيع، فأغلق البيت الشريف بإحكام، وظل على حاله حتى العام
منه توثيق بناء بيت عائشة رضي الله عنها حفاظا على القبر الشريف، وأدخل في المسجد وأحكم إغلاقه وأصبح بصمة لا منفذ فيه ولا طريق إليه. ثم بنى رحمه الله حائطا مخمس الأضلاع من حجارة سوداء قوية لعزل القبور عن المسجد ولكي لا يصلي الناس إلى القبور. ثم مرت الأعوام وخلفاء المسلمين وأمراؤهم رحمهم الله يعتنون بالحجرة الشريفة وصيانتها وتوثيق بنائها على مر السنين. وأن الزائر عندما يتقدم بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمامه 3 حواجز بينه وبين القبر الشريف، وهي سياج مقصورة نحاسي، ثم جدار مخمس يحيط به وعليه الكسوة، ثم جدار بيت عائشة رضي الله عنها. ولقد وصلت العناية بهذا المسجد الشريف وحجرته المباركة إلى ذروتها في عهد المملكة العربية السعودية أيدها الله وأدام أمنها وإيمانها وجزى قادتها أحسن الجزاء. فهذا هو المسجد النبوي الشريف يتسع للملايين، وفنون عمارته وصيانته محل فخر المسلمين. وتلك هي الحجرة الشريفة تسر الناظرين وتبهج قلوب المحبين. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وسيظل سراجا منيرا للمهتدين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. الكعبة في الأول الكعبة في الأول كانت وسطها. أول ما كتصور الكعبة في الأول كانت وسطها. صورتي اللي ديالها ممنوع دخلي من الكعبة. ممنوع دخلي انت يا حجي. يا ربي له لا تحرمنا من زيارته ولا شفاعته، يا ربي له لا يحرم أي مسلم من زيارة هذا البيت العظيم. اهلا وسهلا. هنا الدخله ديالته رائع رائع. الداخل ما كيخليناش نصلي، ولكن داكشي اللي دايرين واعر تبارك الله ما شاء الله. داكشي خطير واعر، ولكن ما كيخليوكش تصوري لداخل داكشي اللي كاين داخل. الحجره ديال النبي صلى الله عليه وسلم. هنايا دايرين الاسماء ديال الانبياء، سيدنا عيسى عليه السلام. هنايا معرض ديال السيره النبويه والحضاره الاسلاميه. هنايا كاينين احاديث نبويه. هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كيف ما كتشوفوا كاينه الكعبه الشريفه كما كتشوفوا شوفوها. رائع رائع بزاف بزاف ما شاء الله. وكاينين تبارك الله هنايا قاعه هنا كيديروا فيها السيره النبويه، يعني فيلم ديال السيره النبويه. هنا سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام. هنا معرض ديال صلة المغاربة والمحبة ديالهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أخيرا دايرين
دايرين سيدنا موسى والعصا ديالته اللي ولات افعى. شوف الديكور ديالها كي داير، تبارك الله ما شاء الله. متحف رائع ما شاء الله. اعزكم الله. الحمامات، شوف فين تحط الصبابط، فين تجلسي. هنا الحمامات، هنا فين توضاي. هادشي كمان. السلام عليكم. هادشي غزال. صافي هنا كتسالي الجوله ديالنا في هذا المعرض وهذا المتحف الرائع تبارك الله ما شاء الله. يعني تبارك الله في داكشي خطير. كنا خلونا نصوروا كنا وريناكم داكشي كيبينوا داكشي القديم، كيبينوا الغرفه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللباس ديالهم اللي كانوا كيحاربوا به. يعني بزاف ديال الحوايج اللي هي فعلا واعره. مزيان داروا هذا المتحف كيوريو الدراري الصغار السيره النبويه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هو المدخل فين دخلنا. ايوا صافي هنا كتسالي الجوله ديالنا. وقيلا عندهم شي حاجه هنايا غادي يديروها، بانوا ليا كيوجدوا هذا الشيء، وكاين وقيلا كيستقبلوا شي واحد ولا. المهم هذه الرابطه يعني مشاركه في شحال من دوله ودوله. ها انتم كيف ما كتشوفوا رابطه الدول في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا غادي نقول لكم سلامه، نخليكم. كيسالي الفيديو ديالنا وكيسالي النهار ديالنا. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. طابل مع راساتها هانتوما. والله الا عجبتني انا، بدا عجبتني والله لا. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله.